أنا الحاج سعيد القفاص من كداس. المهنة ديت أنا خدتها من أبا جدا. طلعت لقيت أبويا بيشتغل في الصنعة ديت وطلعت من عندي 16 سنة من المدرسة. فغويت إن إيه أنا أشتغل وأطلع إيه كرسي وأشتغل في الكراسي دي والكنب والترابيزات، وعملت إيه سرير وشوكلانز وبرفان. فأنا بشتغل إيه جميع الأشغال اللي هي إيه اللي هي كويسة. فلقيت الشغلة ديت نزهتني غير أي حاجة. بيبة عمي حمادة، بيبة جاب لي طبق، بيبة مليان نبق، بيبة قال لي كلي. الصنعة دي أساسها النخل. بنطلع النخل الأول بنقلم الجريد وننزل الجريد من فوق النخل، بنجيبوه ونقشروه. الخوص اللي بيطلع من الجريدة ديت بنعملوه كرينة للكراسي بتاعت العربيات. وبنجيب الجريد ناشف اللي هو الجريد العصا. طبعا العصايه دي بنستفاد منها، بنعمل منها اقفاص برتقال وقفاص عيش وقفاص عنب وقفاص تفاح، وبنعمل منه الكنب، وبنعمل منه الترابيزات، وبنعمل منه جميع الحاجات اللي هي مطلوبه، الطلبات يعني المطلوب. بيبة وعمل له طوب، بيبة يا لي 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 يا لي. بييجوا ناس من لبنان بييجوا في الشغل ده بيطلبوا منا شغل بيصدروه للبلد بتاعتهم، لبنان، ليبيا، الكويت. بيطلع من عندنا شغل بيروح الكويت. فيها ناس اجانب من بره بيجي بياخد منا بيجوا وينطلب منا طلبات بندوها وبيصدروها بره. يا الناخل يا احمد عالي ولبسني خل خالي. الشغل دلوقتي بتاعنا احنا شغل طبيعي، مش صنعه وطبيعي وفن. تفنن فيها تستفاد منها. حب الشغله بتاعتك دي تقوم تحبك، اديها تديلك. النخل راح دلو